فيلمنا بيبدأ في طيارة مع فريق عمليات خاصة صيني وعندهم مهمة إنقاذ موظفين نفط محبوسين بعد ما تهاجموا من عصابة مرتزقة، وبنشوف بطلنا لو قائد الفريق وهو في الطيارة وماسك صورة لمراته وبنته، ولما بيقرب لمنطقة الهبوط بيحطها في جيبه، ولما بينزلوا من الطيارة بيقابلوا بروفيسور تشينج رئيسة مصنع النفط وبيركبوا معاها العربية، وبتقول لهم تشينج إنهم محاصرين بقالهم أسبوعين وكل يومين بيتهاجموا من عصابات مرتزقة علشان يستولوا على النفط، وإن عدد الموظفين 500 ولازم ننقلهم لمكان آمن. فلو بيطمنها وبيقولها إن هو هيقوم باللازم. بعدها بنشوف واحد اسمه كريس بيقابل فريق مرتزقة وبياخد فلوس من أخوه هنري علشان يعمل له صيانة للعربية وبيديله قطع غيار، وبيحاول هنري يقنعه إنه يضم ليهم في العمليات، لكن سكوت بيرفض وبيحذره إنه يواجه الفريق الصيني لأنهم متدربين كويس. وبيرجع كريس للقرية بتاعته وبيلعب مع طفل هناك، وبتيجي عربية من مصنع النفط وبينزل منها واحد اسمه أويل وبيحاول يصلح الأنابيب اللي بتضخ مية للقرية، لكنه بيفشل. وبيقول له كريس إن القرية بتعاني بسبب السدود اللي المصنع بناها وإن كده ممكن الأهالي تموت من العطش، وبيقول له أوين إن هو هيحاول يتكلم مع الإدارة لكن لازم يدبر 100,000 دولار عشان يدفعهم رشاوي. بعدها لو بيقعد مع الفريق بتاعه وبيتفقوا على الخطة وبيطمن على حالة الطقس، وتاني يوم بيبدأوا التنفيذ وبيخلوا المكان وبيركب الموظفين وعائلاتهم الأتوبيسات، وبتركب المهندسة مي الأتوبيس بتاع لو وبنعرف إنها بنته، وبنلاحظ العلاقة بينهم متوترة ولو بيقولها تقعد علشان الطريق طويل، لكن بنته بترفض وبتقوله كويس إنه لسه فاكر إنها بنته. وبنشوف عامل رسم علامة على الأتوبيس من بره، وبتبدأ المهمة والطيارة بتسبقهم علشان تأمن الطريق، وبتفضل الأتوبيسات ماشية في الصحراء لحد ما بتوصل لطريق الموت، واتسمى كده علشان محدش قدر يعدي منه وفضل عايش. وبنشوف فيه عربيات متفجرة وألغام مزروعة في كل مكان، لكن لو بيقرر يقتحم الطريق وبتنفجر العربيات من حواليه، وبيفضل مكمل وبيحاول لو يتكلم مع بنته وبتقوله إن هو هناك عشان يحميها، ولما شاف اسمها على قائمة الإخلاء جه مخصوص علشانها، لكن بنته مش بتصدقه وبتقوله إنه جه علشان يبان بطل قدام الناس، وإنه ساب أمها في المستشفى وهي عيانة وما جاش يزورها. ولو بيتأثر بكلامها وبيحاول يفهمها إنه كان في مهمة سرية والبلد كانت محتاجاه، لكن بنته مش بتقتنع بكلامه وبتقوله إنها مستحيل تسامحه، وبيقطع كلامهم مع عاصفة رملية. ولو بيستغرب لأنه اتأكد من الطقس صافي قبل ما يبدأ المهمة، وفجأة بتقطع الإشارة مع الفريق بتاعه وبتظهر العربيات المرتزقة في وسط العاصفة وبتبدأ تهاجم الأتوبيسات، وبيكون هدفهم يخطفوا الرئيسة والمهندسين وبيقسموا نفسهم مجموعتين، وبتبدأ أول عربية تهاجم الأتوبيس رقم 8 وبيستخدموا خطاف علشان يتعلقوا فيها، وبيطلعوا على سطح الأتوبيس وبيفجروا عربياتهم وبتخبط في الأتوبيس، وبعدها بيخترقوا من الإزاز وبيجبروا كل الركاب إنهم ينبطحوا وبيسيطروا على الأتوبيس. وبعدها المجموعة التانية بتهاجم رقم 11 وبيحاولوا يسيطروا عليه، لكن واحدة من الفريق الصيني بتحاول تمنعهم وبتفضل تتخانق معاهم، لكن العصابة بترميها بره الأتوبيس وكانت هتموت لكنها نامت على الطريق والأتوبيس عدى من فوقيها. ولما بيخرج لهم من العاصفة الرملية بيتصدم إن في أتوبيسات خرجت من المجموعة، وبينزل له على الطريق وبيجمع الفريق بتاعه وبيتصل بالطيارات علشان يرجعه، وبيأمر المساعد بتاعه يركب طيارة وبيطلب من بنته إنها تركب معاه طيارة علشان تساعد تلاقي الأتوبيسات لأنها في الصحراء وعارفة المخابئ اللي فيها. وهنا بتضطر بنته توافق وبتركب معاه، ولما بيروحوا للعاصفة الرملية بيلاقوا إن جهاز بمحركات نفاثة وبيعرفوا إن ده هتسبب في العاصفة الرملية إن دوت من صنع إنسان. ولما بيشوفوا عضو من فريقه على الطريق بيقوله إن المرتزقة كانوا عاملين كمين وخطفوا الأتوبيس، وبيأمرها ترجع للفريق. ولو بيتصل بالمساعد بتاعه بيقوله يروح ناحية الشرق وهو هيروح ناحية الغرب، وبيفضل المساعد بتاعه يلف في الصحراء لحد ما بيشوف عربيات المرتزقة وبيقرب منهم لكنهم بيضربوا عليه بالأسلحة اللي معاهم، وبيتصل بلو بيبلغه وبيضطر يدافع عن نفسه وبيضرب عليهم هو كمان، وبالفعل بينجح إنه يفجر عربية منهم. لكن كريس بيكون من المرتزقة وبيعمل كمين للطيارة وبيقف على الطريق وبيفضل يضرب عليها، وبيؤمر واحد من فريقه يجي من ظهر الطيارة ويضرب عليها بالمتعدد لحد ما بينجحوا انهم يفجروها ويوقعوها على الأرض. بعدها الطيارة بيلاقوا الأتوبيس المخطوف وبينزل له علشان يأمنه، وبيلاقي واحد من رجالته مربوط وبيقول له إن في 5 مهندسين اتخطفوا. في الوقت ده بيوصل كريس للمخبأ وبيكتشف إن هنري خدعه وبيتخانق معاه علشان يعرف مين اللي استأجرهم يخطفوا المهندسين وإيه خطتهم، وبيظهر وين وبيتفاجئ سكوت لما بيشوفه وبيعرف إن اللي هو مخطط لكل حاجة وإنه خطف البروفيسور تشينج والمهندسين لمصلحته.
وبيتكلم معاه وين وبيحاول يقنعه يتعاون معاه، وبيقول له إن الصحراء مليانة كنوز من النفط والبترول والشركة مستولية عليهم، وبيطلب منه يساعده يخلصوا من فريق لو. لكن كريس بيرفض وبيقول له إنه يعيش في سلام مع أهل القرية، وبيركب عربيته وبيحاول هنري يقنع أخوه، وبيفضل معاه لحد ما بيخلص المهمة. لكن كريس مش بيوافق وبيقول له يقابله في القرية الساعة 4 ومعاه فلوسه، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها هنري بيتكلم مع أويل وبيقول له إنهم مش محتاجين أخوه في حاجة ويقدروا يكملوا المهمة لوحدهم. لكن أويل بيغدر بيه وبيقتله هو وكل فريقه، وبيأمر رجالته يرموه في مخزن الأسلحة علشان أخوه يفتكر إن الصينيين هما اللي قتلوه. وبنرجع لطيارة لو واللي بنشوف عربية كريس على الطريق، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيوصل للقرية، وبينزل لو من الطيارة وبيدخل القرية وبيلاقي كريس بيلعب مع طفل صغير. هو بيسأله على مكان المهندسين، لكن كريس بيقوله إنه مش هو اللي بيدور عليه، وبيطلب منه يخرج من القرية. ولما بتيجي الساعة 4 وهنري لسه مجاش، بيقرر كريس يروح له، وبيركب عربيته وبيروح للمخبأ، وهناك بيكون له مراقبه وبيروح وراه بالعربية. ولما بيوصل كريس للمكان بيتصدم لما بيشوف جثة أخوه وهو ميت، وبيلاقيه في جيبه شعار الفريق الصيني، وبيفتكر إن هما اللي قتلوه. وفي الوقت ده بيدخل وراه لو وبيحاول يدور عليه، لكن فجأة كريس بيظهر له من وراه وبيضربه، وبيسأله بيراقبه ليه. لكن لو بيقدر يدافع عن نفسه وبيتخانق معاه وبيضربوا بعض. وبعدها بيسأله بيعملوا ايه في الصحراء، لكن كريس مش بيجاوبه، وبيفضل يتخانقوا لحد فترة كبيرة. وكان في عربية هتقع على جثة هنري، لكن لو بيشدها بسرعة وبيهددوا علشان يتكلموا مع بعض، وبيعرفوا ان وين هو اللي قتل هنري. وفجأة بيدخل عليهم 3 فرنسيين من المرتزقة وبيكونوا عايزين فلوس الأسلحة من أخوه، لكن كريس ولو مش بيعرفوا يتفاهموا معاهم، وبيحسوا انهم في خطر وبيقرروا يتعاونوا. وبيبدأوا الفرنسيين يضربوا عليهم نار من بره، وكريس بيدافع عن نفسه هو ولو وبيمرهم عليهم قنابل. ولما بيتأكدوا انهم هزموهم بيرجعوا يتخانقوا تاني مع بعض، وبيسألوا لو مين اللي خطف المهندسين، فكريس قال له ان ويل ورجالته هم اللي عملوا كده. وفي الوقت ده ويل بيطلب من البروفيسور تشينج باسورد السيستم علشان يسرقوا النفط، لكن تشينج بترفض وبيقول له ان النفط ده ملك الدولة وإن هو مش ملكها لوحدها. فوين بيتعصب وبيقتل واحد من المهندسين قدام عينيها، وبيهددها إن هو هيقتل ابنها. فتشينج بتنهار وبتقوله عن كل حاجة في شنطتها. ولما بيتبعوا الموبايل بتاعتها علشان يعرفوا مكان الشنطة، بيكتشفوا إن الشنطة في القرية لأن الشنطة مع بنت لو. وفي القرية بيكون كريس بيلعب مع الأطفال اليتامى وبيرقص معاهم، وبيعجب لو بطريقة قلبه وبيروح يلعب معاهم. ولما بيخلصوا بيقعدوا مع بعض، وكريس بيحكي له ان هو واخوه كانوا شغالين مع ابوه في المهمات الخاصة من سنين، وجالهم مهمة على طريق الموت وابوه رفض يقوم بالمهمة. لكن كريس ساعتها اقنعه، ولما راحوا لقوا كمين هناك وابوه مات قدام عينه. من وقتها وهو حاسس بالذنب، ولو بيتأثر بكلامه وقال له ان موت ابوه مش ذنبه، وقرروا يتعاونوا مع بعض علشان يهزموا رجالة ويل. وفجأة بيسمعوا صوت قريب ويعرفوا ان القرية في خطر، وبيطلب كريس من مي إنها تاخد الأطفال لمكان آمن. وبيطلع له على السطح وبيبدأ يضرب رجالة ويل، أما كريس بيفضل يتخانق معاهم تحت وبينجح إنه يخلص على عدد كبير منهم. وبعدها بيتجمعوا هما الاتنين وبيتكلموا بالإشارة عشان العصابة متسمعهمش، لكن كريس ما بيكونش فاهم معناها وكان هيموت. لكن هنا لو بينقذوا بيتكلموا خناقة في المرتزقة، لكن أعدادهم بتكون كبيرة، وبيضطر كريس ياخد الموبايل من ميا علشان يتفاوض معاهم. لكن العصابة بتقولهم إن هم عايزين الشنطة، فكريس بيدخل وبيجيبها لهم وبيقول لهم ياخدوها وبيمشوا، وفعلا بيعمل كده. وبتتعصب ميا عليه، لكن كريس بيقولها إن هم أهل القرية كانوا في خطر ولو ما عملوش كده كانوا هيموتوا. وبعدها بيقعدوا هما التلاتة وبيشرح لهم مي إن الشنطة فيها كلمة السر اللي بتسمح للنفط إنه يخرج من المحطة، وإن كده هيسرقوا أكتر من 500 طن وهيقربوا من الأنابيب اللي تحت الأرض. وبيتفق لو وكريس إنهم يروحوا للمحطة علشان يمنعوا أكبر عملية سرقة نفط في التاريخ. وبتكون مي عايزة تروح معاهم، لكن أبوها بيرفض وبيقولها إن هو مش عايز يتعرضها للخطر. في الوقت ده بيتصل وين على الناس اللي هتشتري النفط، فبيكونوا جايين بالسفن بتاعتهم علشان ينقلوه. ولما بيوصل رجالته بالشنطة بيديها للبروفيسور تشينج علشان تشغل المحطة وتفتح الأنابيب، وفعلا بينفذ أوامره وبتبدأ النفط يتحول من المحطة للسفن من خلال الأنابيب. في الوقت ده بيركب كريس ولو العربية وبيهجموا على المحطة، لكن العصابة بتفضل تضرب عليهم بالأسلحة والار جي بي. وهناك كريس بينجح إنه يتفادى الصاروخ وبيخترق الحواجز لحد ما بيدخل جوه المحطة، وبينزل من العربية وبيبدأ يتخانق مع العصابة وبيضرب فيهم واحد ورا التاني. ولو بيطلع على الأنابيب وبيتخانق مع أفراد العصابة وهو متعلق في الجو، وبيستغربوا من سرعته وقوته وبيفضل يرميهم من فوق، لكن كان هيقع بس كريس بيساعده بيخليه يمسك في عمود وبيوصله للسطح تاني، وبيكمل ضرب في العصابة.
وبيدخل كريس للمكان اللي فيه الرهائن محتجزين فيه علشان يحررهم، وبيضرب الحراس لكن بيكون عددهم كبير، وبيدخل له وراه علشان يساعده، وبيدخلوا أوضة الرهاين وبيتخانقوا مع المرتزقة اللي جوه. بس للأسف الذخيرة اللي معاهم بتخلص، وبيقرب منهم واحد من المرتزقة بالسلاح بتاعه، وبيفضل كريس يتكلم معاه علشان يلفت انتباهه، وبيلف له من وراه وبيهجم عليه وبيوقعه على الأرض. وبيطلب من كريس يسيبه ويروح ورا أوين، لكن أوين بيركب عربيته وبيهرب من المكان، وكريس ما بيقدرش يجري وراه وبيفقد الأمل. لكن فجأة بتوصل مي ومعاها عربية كريس، هو بيركب معاه علشان يطارد أوين. في الوقت ده بيكون ميلو بيتخانق مع الحارس علشان ينقذ البروفيسور تشانج، هو بيفضل يطارده على الأنابيب لكن بتنفجر أنبوبة ويتسرب منها مادة لونها أبيض زي التلج، وبينزل فيها لو مع الحارس، وبيفضلوا يضربوا بعض وهما بيغرقوا. لكن في النهاية بينجح له إنه يهزمه، وبنرجع لوين اللي بنشوف كريز وبيطارده بالعربية، فبيفضل عليه الأسلحة اللي معاه، لكن مي بتفضل تتفادى الرصاص لحد ما صغيرة أوين بتخلص، وبيخرج أوين من على الطريق وبيهرب من الصحراء، وبتروح وراه مي لكن العربية بتاعته بتكون قديمة وبتتقلب بيهم. وبعدها بيخرجوا منها وبيطلعوا على الطريق، وبيلاقي لو وصل لهم بالعربية وبيركبوا معاه لكنها بتكون بطيئة، فبيضطر كريس يستخدم النفسات اللي في المحرك، وبتجري العربية بأقصى سرعتها. وبالفعل بينجحوا إنهم يلحقوا وين، وبيخبطوا في العربيات اللي فيها نفط وبتنفجر بكل أفراد العصابة. لكن وين بينجح إنه يهرب من الانفجار، وبيقوله لكريس إنه هيدي له نسبة من الأرباح، لكن كريس بيرفض وبيقوله إنه هينتقم منه علشان قتل أخوه. فبيخاف أوين وبيركب عربية وبيهرب بيها، وهنا لو بيجري ورا العربية وكريس بيتعلق في ظهرها وكان هيقع، وبيشغل له النفسات وبيجري بأقصى سرعته، وبينجح إنه يوصل لأومين وبيخبطه لكن بيكون قدامهم منحدر، ولو ما بيقدرش يوقف النفسات، فبيفضل يربط نفسه بالحبل وبنته وبينط من العربية هو في آخر لحظة قبل ما العربية تقع. لكن الحبل بيكون مربوط في عربية أوين، ولما بتقع من فوق كان هياخد معاه قائد لو وبنته، لكن لو بينجح انه يفك الحبل في الوقت المناسب، وبيفضلوا يدوروا وبينادوا على كريس لكنه ما بيردش وبيفتكروا مات وبيزعلوا عليه. وبنشوف مي وسورتها وهي وامها وابوها بتتأثر وبتعرف إنه بيحبهم، وبتحضنه وبتقوله إن هي مسامحاه. وفجأة بيظهر كريس وبيمسكهم من رجليهم، وبيتضح إنه لسه عايش وكان متعلق، فبيفرحوا لما بيشوفوه وبيساعدوه إنه يطلع. وكريس بيعترف لمي معجب بيها وعاوز يتجوزها. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد.